السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ النقل، وأنت يا سيدي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقلقلي، قطفتها من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالمقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان الحلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دننل والطبل طب طب طبلي، طب 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 طبلي، والسقف سق سقلي، والرقص قد طاب إلي، شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح مللا في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل، والكل كعك خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أجر فيها ماشيا مبغددا للديل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.